سنة 1927 وتحديد في شهر 10 نوفمبر اتولدت الشحرورة صباح. لها أختين جوليت ولميا وأخ اسمه أنطوان. صباح لما كان عندها 12 سنة كانت جميلة وخفيفة ولطيفة. كانت بتغني في حفلة في المدرسة، شافها المدير الفني للأفلام المنتجة آسيا، كان اسمه قيصر يونس. طلب من أبوها إنها تمثل، طبعا أبوها ما وافقش، كرر عليه الطلب مرة واتنين وافق. قيصر بعت صورة صباح لآسيا وعجبت بيها جدا، قامت بنشر الصورة في مجلة اسمها صباح وقالت مخاطبة الجمهور عايزين اسم للقمر دي، على طول سموها صباح. مضت المنتجة آسيا مع الوجه الجديد صباح 3 أفلام غنائية، وجابت السنباطي عشان يدربها. في الوقت ده كان فريد سهران في أحد الحفلات، سمع صوت صباح وهي طبعا بتغني. فريد اعترض وقال ايه الصوت المعيزي اللي انتوا جايبينه ده؟ صباح زعلت جدا وقالت والله لردها له. في سنة 46 اشتغلوا مع بعض فيلم بلبل أفندي. كان أول شرط لصباح في العقد إن يتكتب اسمها قبل اسم فريد، بترد له القلم قلمين. صباح كانت بتغني أغاني خفيفة وصغيرة لحد ما قابلت ملحن شاب اسمه كمال الطويل ابن بشوات، عمل لها ألحان حلوة جدا، وطبعا الألحان دي فرقت في تاريخ حياتها. سنة 45 اتجوزت صباح من نجيب الشماس عشان تهرب من تحكمات أبوها، خلفت منه ابنها صباح. أيوة، الواد اسمه صباح على اسم أمه. كانت الدنيا حلوة لحد ما اتصدمت في خبر وفاة أمها، حياتها اتبدلت. طلبت الطلاق من الشماس وتحقق لها ذلك. قالت إن مفيش أي لغة حوار بيني وبينه، وللأسف وبالقانون تمكن من إنه ياخد منها ابنها. سنة 51 اتجوزت صباح من عازف الكمان أنور منسي، خلفت منه هويدا. كان حظها وحش برضه، كان بيضربها وبيبهدلها. لما طلبت الطلاق رفع عليها المسدس، أصدقائهم أنقذوها من إيديه بالعافية. بعدها اتطلقت، ولكن للأسف خد بنتها لأنها كانت على ديانة متغيرة. وبعد ما أعلنت إسلامها كسبت حضانة هويدا، وبعدين اتجوزت المذيع أحمد فراج سنة 60. استمر جوازهم 3 سنين، بعدين اتطلقوا في سنة 63 بسبب الغيرة والتحكمات. صور رشدي فيلم شيل إيدك عن مراتي مع صباح، وفي الفيلم ده حبوا بعض واتجوزوا أسبوعين، والصحافة والناس مسكوها يا خطفت الرجالة، خدت رشدي من سامية. راحت طلبت الطلاق من رشدي وصممت على الطلاق، وافق رشدي على مضض واتطلقوا. في سنة 73 ظهرت أفلام المقاولات ووجوه كتير زي ميرفت أمين ونادية الجندي ونبيل عبيد واكلين الجو. واشتغلت في فرقة اسمها سيجاد، وحبت سليم توبارك بطل الفرقة وكان أصغر منها ب15 سنة. اتجوزوا سنة 73 واكتشفت خيانته لها، واتطلقوا سنة 78، وده طبعا بعد ما شهرته ونجمته. وصلنا للثمانينات، ظهور ميادة وسميرة، وهنا توقفت صباح شوية. تعرفت على الموسيقار بليغ حمدي، أعجبت بيه جدا، وهو برضو نفس الموضوع. اتفقوا على الجواز، لكن بليغ ما حضرش الفرح، بيقول إنه نسي، قال لها أنا كنت في السعودية ونسيت. نيجي بقى لمرحلة فادي. الشاب فادي ده كان عنده 21 سنة، والصبوحة كانت تمت بسم الله ما شاء الله 59 سنة. تخيلوا إنهم قعدوا متجوزين 17 سنة، بس طبعا كان جواز سوري قدام الناس. فادي تمادى في الخيانة إلا أنها زهقت منه واتطلقوا، وده كان آخر 2002. بعدها سافرت لبنان واتجوزت ملك جمال لبنان، واستمرت في التنقل بين مصر ولبنان إلا أن توفت الصبوحة بعد حفل عيد ميلادها الأخير في نوفمبر 2014. أوصت إن محدش يعيط عليها، وإنهم يغنوا ويرقصوا الدبكة على قبرها المصون. الست صباح كانت مبهجة وهي عايشة وهي ميتة. سلام.